آه كابتن بشير التبعي. كابتن بشير التبعي في تصريح ليه بيتكلم زيزو لاعب في مكان لوحده وساهم في بطولات للزمالك، وانا ضد عوده بن شرقي لانه سبق ورحل لاسباب ماليه. انا بتفق مع كابتن بشير في موضوع ان زيزو مميز جدا بصراحه مع نادي الزمالك، مميز وشايل نادي الزمالك في فترات، ودي حاجه ما ننكرش. بس يعني على كم البطولات اللي هو خدها، بس بينقصوا بطوله واحده وهي دوري الابطال، ودي الاهم يا جماعه. مع احترامي لكل اللعيبه، تبقى احسن لعيب في مصر، تبقى احسن لعيب في افريقيا. طبعا في افريقيا لازم تحقق بطولات عشان خاطر تاخد احسن لاعب في الجزئيه بتاعت افريقيا ديت يعني. طبعا الظروف والمواقف اللي بيمر بيها زيزو، لو في استقرار هيظهر بافضل من كده، هيبقى افضل من كده بكتير، وانا بتفق. بس خد بالك كابتن بشير، وانت عارف انت لعيب كوره يعني، لما انا كلاعب مثلا موجود، لما الاقي برضو ان زميل في الملعب ليا مهما كانت نجمته، وهي دي سنه الحياه على فكره، كل نجم ليه الوضعيه بتاعته وليه القيمه بتاعته. لما بلاقي برضو انا وكل لعيبه نادي الزمالك حاسه ان هم نجوم، لما بحس برضو ان فوارق العقود دي بتاثر على اوضه اللبس. حق ان زيزو يطلب اللي هو عايزه، بس يا جماعه مع احترامي يعني، زيزو لعيب كويس وكل حاجه، بس المبلغ ده انا مثلا اقدر اتكلم فيه وانا واخد دوري ابطال، جايب بطوله لنادي الزمالك، جايب دوري الابطال، جايب بطوله مع منتخب مصر. في الاول والاخر المحصله مفيش دوري ابطال، مفيش، مع احترامي، مفيش بطوله مثلا مع المنتخب. ما هو دوري الابطال دي ومنتخب هو اللي بيرفع القيمه التسويقيه بتاعتي، اللي بيخليني ان انا اطلب 50 مليون. دول اهم حاجه. اي حاجه تانية زيك، زي مع احترامي، زيزو زي اي لاعب في الدوري المصري، زيه زي اي لاعب في الدوري المصري، لان هو ما عملش الفارق مع نادي الزمالك، ما جابش دوري ابطال، ما حققش دوري ابطال. الكونفدراليه مع احترامي يعني مش البطوله زي دوري الابطال يعني. مع منتخب ما حققش مع المنتخب. هما البطولتين دول مع المنتخب، دوري الابطال، منتخب مصر، كاس الامم الافريقيه، هي دي اللي بتعلي الاسهم بتاعتك وتطلب 50 مليون و60 مليون. فحق زيزو ان هو يطلب الرقم ده لو خد دوري الابطال مع نادي الزمالك. اما في ظل الازمه اللي موجود فيها نادي الزمالك وظل الظروف اللي موجود فيها نادي الزمالك، بصراحه يعني رقم مبالغ فيه، رقم مع احترامي ما يدفعش في الدوري المصري، رقم ما يدفع. امال بقى امام عاشور يطلب كام؟ حسين الشحات يطلب كام؟ رامي ربيعه يطلب كام؟ علي معلول يطلب كام؟ ده علي معلول بقى ما شاء الله، ورامي ربيعه يطلبوا 100 مليون. ده محقق، رامي ربيعه واخد 6 بطولات، علي معلول اعتقد كام بطوله يا جماعه؟ 4 بطولات. وقفشه جايب ما شاء الله، ده قفشه بقول لك ايه، قفشه والله العظيم قفشه، ده قفشه يطلب 300 مليون والله العظيم ما بهزر يعني. قفشه اطلب 300 مليون اطلب 300 مليون والله لو الدنيا ماشيه كده، والله ده انت ما شاء الله يعني. ده يعتبر، انا بعتبر كده ده قفشه بقى بجد يطلب 300، والله قفشه يطلب 300 مليون. ده انت النادي الاهلي يعني حاول النادي الاهلي بس ما تسخنش قوي كده عشان لعيب كويس. اما انا بقول لك يا جماعه يعني، على لو هنيجي بقى نقارن ما بين زيزو وقفشه في البطولات والثمن، ده قفشه والله العظيم 300 مليون ايه ده؟ اقعد قفشه بص، اطلع على البلد والبركه بتاعت الترومبه ودعوه الحاجه، هترجع تطلب ال 400 مليون والله يا جماعه ارقام غريبه. يا جماعه ادوا الارقام على حسب النجوميه بتاعت اللعيبه، وعلى حسب البطولات، وعلى حسب مدى التاثير بتاعه مع النادي. طالما انت بتجيب بطولات وبتحقق انجازات سواء مع ناديك او مع المنتخب، اطلب اللي انت عايزه.